أي حاجة بتحول بينك وبين الوصول إلى الله دي مجرد خزعبلات، فمش ربنا اللي تروح له ويرد. معرفة الله عند الله شيء عظيم، ربنا بيحبها ويبغض من يحجبها أو من يبدلها. قاتل المئة ده كان عايش في حياة يأس كامل. واحد قتل 100، تخيل انت 100 مرة يمسك سيف او حجر ويقتل انسان، يرمل ويثكل امه ويتم اطفال، مع 100 مرة في حياته عمل كده. حياة سوداء. يعني اللي بيقتل 2 ده بيبقى جبار في الارض. تخيل بقى انت ان الراجل ده فضل يبحث عن معلومة واحدة عن الله. هل يغفر الله لي؟ هل يقبل الله توبتي؟ أنا هتوب، بس هل يقبل الله توبتي؟ راح سأل واحد قال له لا، فقتله فكمل به 100. طب إيه اللي حصل ده دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي عقوبة لرجل يحول بين الناس وبين معرفة الله. الرجل اللي قتل ده لأنه يأس واحد من رحمة الله. لكن ده أنا هقول لك كمان حاجة تانية. الرجل الاثنين من بني إسرائيل كان أحدهما طائع والآخر عاصي، فكان الطائع كلما رأى العاصي يقول يا هذا اتق الله وذر ما أنت عليه من المعصية، بينصحه. فلما رآه يوما على ذنب استعظمه قال والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. هو عمل إيه؟ بدل ما يطمع الناس في رحمة الله راح يأسهم، وده مش موجود. يعني ده ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحتى الرجل الفقيه العالم قال لقاتل 100 وما يحول بينك وبين التوبة. قال له الموضوع ده مش موجود إطلاقا، إنك تذهب إلى الله ويردك، أو إنك تتوب إليه ولا يتوب عليك، وإنك تقبل عليه ولا يقبلك. فده مش موجود. قال له كده، شوف فقهه، قال له وما يحول بينك وبين التوبة. فكسر له كل المشاكل اللي كانت قدامه. فأي حاجة بتحول بينك وبين التوبة ده وهم، يعني ده مش موجود. أي حاجة بتحول بينك وبين الوصول إلى الله دي مجرد خزعبلات. فإذا قمت إلى الله مشى إليك. ربنا قال كده عبدي قم إلي أمشي إليك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال إذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. فمش ربنا اللي تروح له ويردك. الرجل اللي قال لا يغفر الله لك أبدا ده مين اللي رد عليه هنا ومين اللي غضب من هذا الموضوع؟ ربنا نفسه. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة قال كلمة والله أوبقته دنيا وآخرة، ضيعته في الدنيا وفي الآخرة. كلمة واحدة